نبدأ في الحلقة اليوم. جريدة الرياض ناشرة تحقيق على صفحة، شوفوه هذا صفحة عنوانه: مشاهير السوشيال ميديا باحثون عن الشهرة على حساب القيم والأخلاق. يا ساتر. مستضيفة الدكتور الشليل حق الهيئة، ومستضيفة العميد أيوب بن نحيت. التحقيق ذا يعني لازم كل أساتذة الصحافة يعطونها العيال، يقولون لا تزينون مثله وتنجحوا. يعني أولا جايب واحد تواصلنا احنا لقيناه رجال كبير عنده مشاكل نفسية، يغني ما له إلا 4 مقاطع مدتهن 7 دقائق و30 ثانية، صار مشهور ذا السوشيال ميديا. وبعدين راد على أبو سن، إنه أبو سن المجرم الخطير يا شيخ خوف والله، اتقوا الله. يعني هذولا أنتم يا هذولا اللي اشتكوا أبو سن الأولين أو اللي كاتبين التحقيق يوم أنكم صغارين، أنتم ما أنتم بتؤذون البنات بالأحياء، ما أنتم بتروحون للعروس تلبسون عبايات وتسوون نفسكم حريب، ما أنتم تبون نقول كذا ما نحكي ولا نضحك. خيف والله. أنا أتمنى على بس مدير الأمن العام إنه يأخذ هاللي يكتبون بالصحف ذولا اللي كل واحد ماسك سيف وعصا، قضاة ويصدرون أحكام على خلق الله، ويحطهم في مراكز الشرطة. يمسك الضابط المناوب عقب صلاة العشاء يقول خل ذا عندك يقعد شوي، يشوف الجهات الأمنية مشغول، إرهاب ومخدرات. واحد طلع في مقطع سويتوه أنه تصدقون وش قايلين بالتحقيق؟ يقولون الشهرة تقدح في العقيدة. يعني وش تبون يسوي اللي يطلع مثلا بالتلفزيونات ولا بالمقاطع يتلطم؟ ارفقوا علينا يا خلق الله، ارفقوا علينا وارفقوا على ابو السن. يعني يكفينا عبد الله الفوزان اللي لجنا هنا، كمان تطلعونها بالجرايد. والله المفروض انه هذا اللي مكتوب عنه هو رجال ولد حموله، انه يرفع دعوه على جريده الرياض وعلى اللي متكلمين فيه وعلى اللي الشيباني اللي مزينن التقرير. قلطوا لنا تقريرنا بس.